هو ايه اللي بيحصل بالظبط في الأسواق؟ لا بجد، هو احنا رايحين على فين؟ اللي فاهم حاجة يفهمنا. كل يوم بنصحى على سعر جديد. أغلب السلع الأساسية أسعارهم ارتفعت. يعني شوفوا الزيت بقى بقد ايه، السكر فين وبكام، والرز اختفى ليه، ولو موجود سعره كام. ليه بقى المواطن وهو داخل السوبر ماركت ولا أي مكان يشتري حاجة بيبقى ماسك قلبه قبل ما يمسك محفظته؟ أنا ما بتكلمش عن أي رفاهيات، أنا بتكلم عن السلع الغذائية اللي بيحتاجها أي مواطن في يومه العادي. رز، سكر، زيت، مكرونة، عدس، فول. أكيد في حاجة غلط. يا مساء الأنوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي وحشتوني جدا من آخر فيديو كنت منزلاه. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بصراحة مش عارفة أقول إيه والله. المواطن اللي بقى لا حول له ولا قوة. بداية ترم دراسي تاني، دروس ومدارس وملازم وكتب وغاز وكهرباء ومية وأساسيات. أنا مش جاية أقلب المواجع والله يا جماعة، ده أنا بوضح لكم بس. وشهر رمضان خلاص على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. غلاء معيشة وارتفاع في الأسعار اللي مستمر. بقى في حالة من القلق والغضب بين الناس. الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية، والأخطر من كده كمان اختفاء بعض السلع الأساسية. ناس كتير بتقول السكر مش بنلاقيه بسهولة، الزيت سعره بيزيد كل أسبوع. العدس والفول وغيره أسعارهم ارتفعت. البيض والفراخ كل ده يعني بصراحة احنا مش عارفين فيه ايه بالظبط. منتجات الألبان كمان كل يوم فيها زيادة وغيره وغيره. كل ده احنا بنتكلم بس في السلع الأساسية، احنا لسه ما تكلمناش عن يميش رمضان وأسعاره اللي بقت صعبة قوي على أي حد. عايزة أقول لكم أنا أخدت بعضي كده ونزلت أعمل لفة كده على الشوادر وعلى السوبر ماركت. عايزة أقول لكم الأسعار صعبة قوي، الأسعار مش اللي متعودين عليها. الحاجة زي ما هي كمان محدش بيقرب لها. ولو في يعني فئة معينة بتاخد، فهي بتاخد حاجة قليلة. بتاخد حاجات بسيطة يدوب على القد. كميات بسيطة قوي، غير زمان. زمان واحنا بنشتري كنا بنملى العربية، دلوقتي بقينا بناخد بالجرام. بنشتري حاجات بسيطة يعني يدوب. لدرجة ان في ناس بقت بتسيب حاجات من اللي كانت أساسية في بيتها. استغنوا عن سلع كتير علشان خلاص مش قادرين. بقوا مكسورين قدام أولادهم. حتى فوانيس رمضان اللي بنفرح بيها أولادنا الصغيرين في دخول شهر رمضان المبارك، ما بقيناش قادرين نشتريها بسبب سعرها المبالغ فيه. ونقول لا، نوفر تمنها أحسن للبيت. الحياة فعلا بقت صعبة على الكل ومش فاهمين في ايه. خلاص بلاها يميش رمضان، يعني هو احنا من غير اليميش مش هنعرف نقضي شهر رمضان عادي؟ لما كيلو الفراخ البيضة يوصل ل110 بعد ما كانت نزلت ل65 و70 جنيه، واحنا داخلين على شهر الصيام، يبقى في ايه؟ يبقى في افتراء وكفر واستغلال لقوت الناس. انا اعرف ان الفراخ ممكن سعرها يعني يترفع فجأة لما يجيلها شوطة، او المزارع تولع لا قدر الله، او الفراخ يجيلها مرض يقضي عليها، او اصحاب المزارع والمسؤولين عن البورصة اللي هي بورصة الدواجن ربنا ينتقم منهم في صحتهم. لكن ان سعر الفراخ والطيور عامة سعرها يرتفع فجأة كده وبدون مقدمات، يعني وبدون اسباب، وعلى دخلة شهر رمضان، يبقى في حاجة غلط. انا ما اتكلمتش طبعا عن اسعار اللحمة، يعني حدث ولا حرج، ولا الفاكهة ولا الخضار. انا يدوب بتكلم عن الفراخ البيضة اللي تقريبا مفيش غيرها. الناس بتجيبها علشان سعرها الرخيص، واهل الولاد بتاكل وبتفرح وخلاص، مع انها مش مليانة بالغذاء قوي يعني، وكلنا عارفين الكلام ده. اكيد في حاجة غلط، يبقى مفيش اي رقابة. مفيش اي رقابة من اي نوع، سايبين التجار يلعبوا بينا زي ما هم عايزين. اكيد في حد مستفيد من اللي بيحصل ده، بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل تاجر يرفع سعر الحاجة على الناس، وفي كل مسؤول يعني مؤثر في عمله. اللي بيحصل ده مش مجرد أسعار بتعلى وخلاص، ده طبعا بيأثر على ميزانية كل بيت، وعلى طريقة ونوعية الأكل، وعلى نفسية الناس، الإحساس بالأمان. الناس بقت ماشية تكلم نفسها، مش ملاحقة ومش عارفة تعمل ايه. الحياة بقت يعني عمالة تزيد أسوأ عليهم.
شهر رمضان يعني كل سنة وانتم طيبين داخل علينا، وصيام، وبيبقى محتاجين نعمل وجبة فطار كويسة لينا ولأولادنا حتى لو بأقل الإمكانيات. طبعا أنا مش هتكلم عن العزومات، خلاص ما بقاش فيه الكلام ده، لا حد بقى بيعزم حد علشان التكاليف، ولا حد بقى حابب يتعزم عند حد علشان طبعا مش هيدخل عليهم فاضي يعني وهو رايح، فمش عايز يكلف نفسه وهو رايح، مع ان رمضان يعني شهر جميل بيحب التجمع الأسري والعزومات، بس خلاص مفيش منه الكلام ده دلوقتي. والله فعلا انا في صدمة، يعني هوبا فجأة، يعني كل يوم انزل الاقي سعر مختلف، سعر اعلى، حتى الملابس والمفروشات وكل حاجة اسعارها مرة واحدة كده زادت. ده غير الزيادات يعني اللي كانت قبل كده، بس لا، في حاجة غلط، احنا مش عارفين في ايه بالظبط. يعني اتمنى ان صوتنا يوصل لوزير التموين، وانه يتدخل ويبقى في رقابة قوية على الاسواق، ويمنع المهزلة اللي بتحصل دي. الناس خلاص ما بقتش قادرة. في كمان نقطة حابة اوضحها علشان ناس كتير بتتكلم فيها، وهي ان اللي عامل الازمة دي كلها الناس اللي موجودين في بلادنا، اللي هم ضيوف عندنا، مش هقول لاجئين، هم ضيوف عندنا وده قدرنا. يعني لما يتعمل منافذ للسلع أو تنزل سلع مخفضة بكميات كبيرة، فبيقولوا ان الضيوف دول وخاصة جنسيات بعينها بتنزل تلم السلع دي من السوق، قصدا انها تتاجر فيها او بتاخدها ليها يعني وكده. فالمواطن المصري بيجوع، ما بيلاقيش حاجة، او لو حتى لقى حاجة بيلاقيها سعرها غالي. حتى لو السوبر ماركت عامل عرض برضو بينزلوا يشتروا بكميات كبيرة، بيشتروا بالباكيتات، ده طبعا مش استهلاك أفراد أبدا. كده المواطن بيتحسر لأنه مش بيطول أي حاجة. قيسوا على كده بقى الملابس والمستلزمات الأساسية، يعني مش سلع غذائية بس. مش عارفة بصراحة هل ده فعلا بيحصل ولا لأ، بس ده في يعني فئة كبيرة من الناس اتكلمت في الموضوع ده، ان الضيوف الموجودين عندنا هم يعني من احد اسباب الازمة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. بصوا، هو انا بصراحة شايفة ان في جنسية معينة هي اللي واخدة راحتها قوي في البلد يعني، ومستعمراها بصراحة يعني. ده المصري بره مش واخد راحته قوي كده يعني زيهم. دي نقطة. النقطة التانية التجار وأصحاب المطاعم اللي بيلموا السلع دي ويخزنوها، ولما تختفي يطلعوا يبيعوها بأسعار غالية جدا على الناس. فلازم يبقى في رقابة، والناس اللي زي كده تتحاسب. ما هو مش معقول كل ما حاجة تغلى نقاطعها، لأننا كده هنقاطع كل حاجة، لأن كل حاجة للأسف غالية. الناس تتكلم وتعترض، يقولك دي أزمة الدولار والاستيراد ومش عارفة ايه. طب أنا كمواطن ذنبي ايه؟ دلوقتي ناس كتير بتسأل هل الأزمة دي مؤقتة ولا احنا داخلين على موجة أصعب؟ وليه بالذات الأسعار بيصيبها الجنون كل سنة لما شهر رمضان بيقرب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل فعلا في رقابة على الأسواق؟ وليه المواطن هو اللي دايما بيدفع الثمن؟ الأسعار بقت فوق طاقة الناس، والسلع بقت بتختفي فجأة، والمواطن واقف في النص مش فاهم حاجة ولا فاهم ايه اللي بيحصل. احنا محتاجين تفسير لده، ومحتاجين حلول تريح الناس. اكتبولي وقولولي رأيكم في الكومنتات، وقولولي أسعار الحاجة عندكم زادت قد ايه في خلال اليومين اللي فاتوا. وكده خلاص خلاويص خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، ويلا بينا على فزورة الفيديو. وفزورة فيديو النهاردة بتقول: شيء لو مشي سبقك ولو وقف انت سبقته. يلا بسرعة وانزلوا وجاوبوا في الكومنتات، وما تنسوش اللايك الجميل اللي بيرفع الفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، انزلوا بسرعة واشتركوا وفعلوا زر الجرس ودوسوا على علامة الكل علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها. كل سنة وانتم طيبين. باي باي.